واش عمرك تساءلتي علاش بعض لاعبين كرة القدم كيدخلوا للتيران لابسين في الوجه ديالهم قناع أسود؟ واش موضة ولا نكران الذات ولا شي سبب آخر؟ اليوم غادي نجاوبكم على جميع هاد الأسئلة. علاش كيلبسوه؟ مناش مصنوع؟ شكون أول واحد لبسو؟ خليك معايا باش ما تفوت تا معلومة. علاش بعض اللاعبين كيلبسوا هاد القناع الأسود؟ السبب الرئيسي هو الإصابة في الوجه، لأنه كما كنعرفوا كرة القدم رياضة فيها صدامات، ضرب بالرأس، الضرب بالكوع، وضرب غير مقصود في الأنف. هادشي اللي كيؤدي لانكسار عظام صغيرة في الوجه بحال الأنف، عظمة الخد، محيط العين. في هاد الحالة اللاعب كيبقى مهدد بالخطر إلا رجع يلعب بلا حماية. وهنا كيدخل دور القناع الطبي الرياضي. الدور الطبي ديال القناع ماشي ديكور، وإنما كيشد العظام المكسورة في بلاصتها، كيوزع الضغط إلا جات الضربة من الكرة أو أحد الخصوم. بلا قناع ضربة واحدة تقدر تعاود تكسر العظمة، خطر على العين، توقف طويل عن اللعب. بالقناع كتكون حماية، أمان، رجوع سريع للميدان. مناش مصنوع هاد القناع؟ هاد الأقنعة ماشي عادية، لأنها مصنوعة من بلاستيك طبي قوي، ألياف خفيفة بحال الكربون، مواد ما كتأثرش على التنفس، والأهم كيكون مفصل على قياس وجه اللاعب بحال النظارات الطبية ولكن أكثر احترافية. كيتصور الوجه بتقنية ثلاثية الأبعاد وكيتصاوب قناع خاص به. من أشهر اللاعبين اللي لبسوه فيكتور أوسيمان، سون هونغمين، جورجو كيليني. أوسيمان بالخصوص خلى القناع علامة مميزة ليه، وهو اللي خلاني ندير هاد الفيديو، وحتى الجماهير ولات كتربطو به. واش أي لاعب يقدر يلبسه؟ الجواب هو لا، حيت كاين بعض الشروط اللي منها الموافقة ديال الطبيب، ما يكونش فيه حواف حادة. بخلاصة القناع الأسود عبارة على عودة آمنة للعب وحماية للمسار الرياضي. إلى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وتشترك في القناة، واكتب لي في التعاليق واش كنتي عارف هاد المعلومات من قبل؟